سمعتوا صوت القرمشة؟ شيبس الأفران أو مقرمشة الأفران، طريقة مفيش أبسط ولا أسهل منها، والمكونات تقريبا موجودة في كل بيت. 3 كوبايات من الدقيق المنخول، عليهم معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الكركم، ومعلقتين صغيرين من البيكنج باودر. نقلب كل ده مع بعض، وهننزل عليهم ب2 كوباية من المادة الدهنية، ممكن زيت وسمنة أو ممكن زيت بس، والتلتين كوباية يعني ما يبقوش مليانين على الآخر. نفرك بقى كل ده مع بعض او نبش المكونات مع بعض، ممكن بايدينا او ممكن نستخدم المعلقة، مفيش اي مشكلة. المهم بنشرب الدقيق كويس بالمادة الدهنية لحد ما يوصل للشكل والقوام اللي انتوا شايفينه ده، يبقى شبه رمل البحر المبلول. تضغطوا عليه كده يتجمع ويبقى جامد كده شوية، وانتوا بتتقلوا عليه يتفكك بسهولة. جهزت نص كوباية من المية ومعلقتين كبار من الصلصة، وندوبهم في بعض وهنلم بيهم العجينة. وطبعا نوعيات الدقيق بتختلف، ممكن تحتاجوا تزودوا مية تاني، فما تبالغوش في الزيادات وانتوا بتضيفوا المية، علشان بيتلم او العجين بيتجمع بسرعة ومش بيحتاج مية كتير. العجينة قوامها وملمسها بيكون حلو جدا، طرية كده وناعمة في الايد. بنسيبها ترتاح من 5 ل10 دقايق، هي كده مفيش فيها خميرة، فمش هنحتاج ان احنا نسيبها وقت كبير ان هي تتخمر. بنشكل العجينة اسطوانة وبنبتدي نقطعها كور بقى على حسب المقاس او حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. في طريقتين للتشكيل، ممكن تاخدوا قطعة من العجين وتفردوها على شكل دايرة، ولو مش هتعرفوا تنقلوها بسهولة في الصينية ممكن تفردوها على كيس بلاستيك أو كيس تلاجة. هنفردها ونحاول على قدر الإمكان يعني، أو على قد ما نقدر نخلي سمكها يبقى رقيق جدا، نحاول نخليها شفافة. هنفردها وبعدين هننقلها في الصينية ونقطعها الدايرة ل4 مثلثات. الطريقة التانية ممكن تفردوا العجينة كلها اصلا على شكل مستطيل او على شكل مربع، وتقطعوها كده شرائح طولية وتقسموها لمربعات، وكل مربع تقسموه مثلثين، او ممكن اصلا تسيبوها قطع مربعة كده. بس الشكل المشهور اكتر او المنتشر اكتر او المتوفر اكتر في الافران اللي هو المثلثات، فاحنا هنعملها شبه الافران. في كمان شكل نزل جديد للأسواق في الشيبس الأفران، تقطيع العجين شرائح طولية كده تبقى رفيعة شوية ونضفرهم في بعض، أو كل واحدة بس نبرمها كده مع نفسها تبقى شبه الحلزون كده شوية. بنرص كل اللي احنا عملناه ده في صواني مش مدهونة أي حاجة خالص، ونجيب معلقة صغيرة من الصلصة ندوبها في معلقة كبيرة من المية، وبندهن بيها المقرمشات اللي احنا عملناها دي. بندهن كل الوش بتاعها أو كل السطح بتاعها. بنحط عليها بقى رشة من حبة البركة أو رشة من السمسم، ممكن زعتر، ممكن جبنة رومي، ممكن ينسون، ممكن شمر، ممكن كمون، أي حاجة انتوا بتفضلوها أو بتحبوا طعمها ممكن تضيفوها عليه. التسوية بقى رف أوسط، فرن ساخن، النار تكون أقل من المتوسط شوية، لأن السمك بتاعه طبعا رقيق زي ما انتوا شايفين، مش بياخد وقت كبير في التسوية، يدوب 5 دقايق بالظبط وتبدأوا تتابعوه أو تشوفوه. ريحة وطعم وقرمشة آخر لذاذة. أتمنى الفيديو يعجبكم، متنسوش لايك وشير.